ازاي نبتدي مع الاطفال تحفيظ القرآن، وازاي نشجعهم يحفظوه من غير ما ينسوه، وازاي نخلي صوتهم جميل في القرآن. هحكي النهاردة ان شاء الله بعمل ايه مع الاطفال بالتفصيل، وتابعوا معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. حكينا في الجزء الاول ازاي نحبب ولادنا في القرآن من وهم لسه في بطن امهاتهم لحد ما يكبروا ويبقوا شباب، وعملنا فيديو قبل كده عن طريقة حفظ سورة البقرة للكبار وحفظ القرآن عموما. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الطريقة اللي نحفظهم بيها وهم صغيرين. اول ما تلاقي الطفل قدر ينطق جملة مفيدة تقدري تبتدي معاه التحفيظ على طول. يعني مثلا سمعتيه بيقول يا ماما انا عايز اكل بطاطس، جملة هي مفيدة على بعضها كده، هو خلاص مستعد يتقبل الحفظ، فتجيبيه وتبتدي معاه. طيب هل امسكه احفظه السورة كاملة في يوم واحد وعايزاه يقوم من الحلقة حافظها وحبيبها ومتعلق بيها وقاعد مستني الحلقة اللي جاية؟ لا طبعا ما ينفعش، ومش هيعرف وهيكره الحفظ لانه هيكون صعب عليه جدا وده لسه سنه صغير. امال نعمل ايه؟ نبتدي معاه كلمة كلمة وسطر سطر، بحيث يحفظ سطر واحد مثلا يوم ويوم لا كبداية. هنفترض ان في طفل قاعد قدامي، هشتغل معاه ازاي؟ طبعا انا مفهماه ان القرآن ده كلام ربنا عز وجل، ومفهماه مين ربنا على قد ما بيفهم. هبتدي اقرأ السطر قدامه كله على بعضه مرة، وابتدي افهمه على قد سنه معنى السطر ده ايه. لازم تفهميه القرآن اللي هيحفظه. انا شخصيا مبدئي كده، ما بحبش ابدا طفل يحفظ آية من غير ما ياخد فكرة عن معناها. انا عايزه القرآن يربيه، مش يبقى بغبغان حافظ مش فاهم. وليكن مثلا سورة الناس، هتقولي له قل اعوذ برب الناس. يعني ايه؟ يعني ربنا عز وجل بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعوديه اول ما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، تعوديه في كل مرة هيتعود ان شاء الله. قل يعني يا محمد قول اعوذ برب الناس، يعني يا رب يا اللي خلقت الناس دي كلها وخلقت لنا كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا، احميني واحفظني وما تخليش حاجة وحشة تحصل لي او تزعلني، وابعد عني الشيطان الوحش، ما تخليهوش يقول لي اني اعمل حاجات وحشة تزعل ماما وتزعل بابا وتخلي ربنا يغضب مني. ملك الناس، ملك يعني ايه؟ يعني انت يا رب اللي بتعمل لنا كل حاجة، وانت مش محتاج لنا ولا محتاج مننا اي حاجة، احنا اللي محتاجين لك. اله الناس يعني ايه؟ يعني مفيش اله الناس تحبه وتصلي له وتعبده الا انت يا رب. انت الاله الواحد اللي المفروض كل الناس تحبك وتصلي لك وتطلب منك الحاجات الحلوة اللي هم نفسهم فيها. بنفس الاسلوب كده وبكلمات بسيطة يقدر فهمه ويستوعبها. كده احنا خلصنا شرح اول سطر في السورة تقريبا وفهمناه معناه. لو هو ذكي وعنده ذاكرة قوية وقدرتي تخليه يعيد الشرح اللي انت شرحتيه تاني، خليه يعيده، قولي له فهم. يبقى يعني ايه قل اعوذ برب الناس؟ طب يعني ايه ملك الناس؟ طب مين اللي المفروض كلنا نعبده ونصلي له ونطلب منه اللي احنا عايزينه؟ لو عرف يشرح يبقى تمام، معرفش يشرح ممكن تعيديله الشرح من تاني وممكن تساعديه في انه يشرح. لو معرفش خالص مش مهم، ما تغصبيش عليه، احنا المهم عندنا ان الفكرة توصل له ويفهم معنى الآية اللي هو يحفظها، وبكرة مع الوقت هيعرف يشرح ويكرر التفسير ان شاء الله. الكلام ده متجرب والله، فما تيأسيش هيحصل. انا معايا طفل ما شاء الله عليه دلوقتي عنده 5 سنين بيفسر سورة البينة والعاديات والزلزلة والتكاثر، فالموضوع مش صعب، الموضوع عايز بس صبر وإصرار منك انتي. تمام؟ الولد فهم الشرح، نبتدي بقى نحفظه. تقولي له هقرأ لك السطر ده 10 مرات وانت اسمعني بس وما تقولش ورايا. تخليه يسمعك ويبص لبقك وانت بتقرأي، ما يبصش للسقف ولا يبص في الأرض ولا يقعد يهرش ويلعب في صوابعه، لا يقعد مربع ايديه ووشه في وشك ومركز كده على بقك. كل ما تلاقيه سرح بعينيه ولا عوج قعدته وابتدى يتنطط ويتحرك من مكانه، خليه يبصلك تاني. افضلي كل شويه فكريه والفتي انتباهه انه يفضل مركز على بقك من غير ضرب ولا شخط ولا زعيق. قرأتي له السطر 10 مرات، ابتدي بقى معاه كلمه كلمه، قول ورايا. هنفترض ان في طفل دلوقتي بيرد عليا، قل 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 اعوذ 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 قل اعوذ بربي قل اعوذ بربي قل اعوذ بربي قل
أعوذ برب. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. تمام كده. يبقى هتاخديها كلمة كلمة، وبعدين كلمتين مع بعض، وبعدين 3 كلمات مع بعض، وبعدين 4 كلمات مع بعض. قل أعوذ برب الناس، وتقولي له يلا نكررها مع بعض 5 مرات. لو قلتها ال5 مرات لوحدك صح هسقف لك كتير وهحبك خالص. كلمات كده تشجعه، هيبتدي يكررها. ممكن يغلط، مش مهم، صلحي له وفكريه. خلص ال5 مرات وكررهم صح، نبتدي ندخل على الكلمة اللي بعدها ونوصلها باللي قبلها، وهكذا لحد ما نخلص السطر كله. طب لو في كلمة طويلة عليه مثلا مش عارف ينطقها، هنعمل ايه؟ هنفصصها له جزء جزء ومقطع مقطع. زي مثلا كلمة يوسوسوا، هتقوليها له كده يو ويقول وراكي مقطع مقطع. يو وس وسو. يو يو وس وس وسو وسو، وترجعي توصليهم تاني. هيقولها مقطع مقطع لوحده، وبعد كده مقطعين مقطعين، 3 مقاطع، 4 مقاطع، لحد ما يقول الكلمة كلها صح ويكملها ويكررها تمام التمام. كده حفظناه السطر كله كلمة كلمة. يلا بقى نسمع. لو قلت السطر كله صح هشيلك كده وهلف بيك 5 مرات. الأطفال بيحبوا المرجحة دي جدا، وهتلاقيه مسهل معاكي من الضحك وفايق ومش عايز يقوم من الحصة، وهتلاقيه عايز يقول صح عشان تلعبي معاه وتلففيه. وسيلة تانية لتحفيزه، هتقولي له مثلا انا هقف هنا وهروح لحد باب الأوضة، قبل ما اوصل للباب تكون سمعت السطر كله صح، وتقومي تقفي وتمشي فعلا واحدة واحدة لحد باب الأوضة طول ما هو بيسمع، وتسيبيه يكسب ويخلص قبل ما توصلي لباب الأوضة، وتقولي له كده كسبتني، وتعملي نفسك بقى متنرفزة وزعلانة، والحق يا بابا ابنك كسبني، ابنك ده كسبني انا، وتستفزيه بقى كده بهزار. تقولي له مثلا هشوف مين اللي هيسمع صح، انت ولا انا طبعا اللي هكسب وهسمع احسن منك، وتسيبيه يسمع ويكسبك، وسمعي له انت كمان، واعملي نفسك اتلخبطتي وخليه يصلح لك اللي انت غلطتي فيه. كده هياخد ثقة في نفسه اكتر، وهيحس انه بيعمل انجاز، وهتربي جواه روح المنافسة والرغبة في التفوق. حركة تانية ممكن تعمليها وهو قاعد جنبك، هتقولي شايف صوابعي دي؟ صوابعي دي هتمشي عليك كده، وقبل ما توصلك تكون سمعت السطر كله صح. لو صوابعي وصلت لك وانت لسه ما سمعتش صح او غلط، صوابعي دي هتاكلك هم هم هم، وتمشي صوابعك كده وتبطئيها لحد ما توصل له. سمع صح سمع، سمعش صح او سمع غلط، تعملي له كده بصوابعك كده كأنها بتاكله وبتنقض عليه، زغزغيه، لعبيه، ما تحسسيهوش ان هو عمل مصيبة لما غلط، لا، يغلط تصلحي له وتصبري عليه بالراحة. ولو لقيتيه غلط لعبيه وفهميه بالراحة وضحكيه، هيضحك وهيصغلل برضه وهيعيد التسميع من الاول. وهكذا بقى في كل الصور. ما هو احنا لازم نعمل لهم اكروبات عشان نقدر نجذبهم من جو الكرتون والموبايل والتابلت وادوات اللهو المنتشرة دي كلها. لازم يلاقي عندك متعة مع المذاكرة ومع الحفظ عشان يحب ويتعلق بيه. لو ما عملتيش كده انسي انه يتعلق بالحصة بتاعة التحفيظ، هتبقى تقيلة جدا على قلبه وهيتهرب منها ومش هيكمل معاكي تحفيظ بعد كده. ولو قعد دلوقتي علشان خايف، هيجي عليه وقت ما يخافش ومش هيرضى يقعد معاكي، لانه في سن لعب ولهو، فاي حاجة فيها لعب هيحبها. اي حاجة عايزاه يتعلق بيها هاتيها له من ناحية اللعب والمسابقات والمكافآت والجوائز. كمان لما يخلص حفظ السورة كاملة، لو ظروفك تسمح انه يتكافئ بمصروف زيادة، بأكلة حلوة، بفسحة، اعمليها له، مفيش مشكلة. شجعيه بأي وسيلة، باكو بسكوت، شوكولاتايه. طيب الحصة خلصت، تجيبي بقى كراسة قبل ما يقوم، تكوني عاملة فيها جدول بأسماء صور جزء عامة أو الجزء اللي انتوا بتحفظوه، وتكون أسماء الصور كلها تحت بعضها، وجنبها خانات فاضية بالتاريخ بتاعها. الصورة اللي سمعها صح تعملي قدامها علامة صح، الصورة اللي سمعها غلط أو يغلط في كلمة فيها وما يبقاش مركز عليها، تعملي قدامها نقطة كده سودة في الخانة بتاعتها عشان يركز عليها المرة الجاية، او مامته تركز له عليها ويسمعها لك لو انت بتحفظي يعني حد غريب. وتيجي المرة الجاية قبل ما تبتدي معاه تسمعي له كل اللي فات. كده انسي بقى انه ينسى الحفظ او يستثقله او ما يحبهوش، هيتعود وهيحبه ان شاء الله. هيكون جميل منك قوي لو تحفظيه حديث شريف في كل مرة مع حفظ السورة، حديث من سطر واحد. في احاديث كتير للاطفال موجودة على الانترنت، فهميه معنى الحديث بطريقة مبسطة جدا وحفظيهوله. معايا طفل ما شاء الله عليه حافظ اكتر من 40 حديث، اول ما بقول له حرف من اول كلمة في الحديث بيسمعه كله ورا بعضه. طفل لسه ما دخلش المدرسة، وساعات بقول له عنوان عن معنى الحديث
بيروح مسمعهولي برضو. يعني مثلا اقول له قول لي الحديث بتاع الاكل، يروح قايل لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ممكن اسمعه له بطريقه تانية، لو اخوك بياكل بايده الشمال هتقول له ايه؟ يروح قايل الحديث. ساعات اقول له يا، يروح قايل لي يا غلام سم، مكمل برضو مع بعض. هو خلاص حفظه، تشربه وحفظه بمعناه وبتفسيره، ففهمه هتجيبها له من اي ناحيه هيسمع لك الحديث صح. وقبل ما بحفظه الحديث بخترع له حدوته بتدور احداثها حوالين معنى الحديث، وبخليه هو بطل الحدوته دي، وبدخل اسماء اخواته وقرايبه فيها، وبخليه في نهايه الحدوته يقول الحديث الشريف على اساس انه بيعلمهم حاجه مثلا كانوا بيغلطوا فيها، حاجه ناسيينها. وبعد ما الحدوته تخلص وبعد ما يقول الحديث بتخلي ابطال الحدوته كلهم يقفوا يسقفوا له كده بخيالك، يعني بالكلام بس. فالحكايه دي هتخليه يفرح جدا بالحدوته، وهيفضل فاكر الحديث وفاكر معناه. كل مره بقى تقعدي معاه تعملي كده، ممكن تقعدي معاه يوم او يوم لا، كل يوم على حسب طاقتك وطاقته. وقبل ما يبتدي الحفظ الجديد يسمع القرآن والأحاديث اللي هو حافظها من قبل كده. عندك كمان جمل في العقيدة، جمل في التوحيد، هتلاقيها موجودة على الانترنت كتير قوي. اشرحي له معناها وحفظيها له. احكي له حواديت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الوسائل كتيرة قوي اللي تقدري تعمليها عشان تعلقيهم بالإيمان وبالقرآن. بس انت اشتغلي معاهم بطريقة يحبوها، وتدخلي لهم المتعة والتسلية في المذاكرة وفي الحفظ. الكلام ده مش مع القرآن بس، مع أي حصة بتقعدي تشرحيها له. بالنسبة بقى لبنتي كنزي لما قالت التلاوة بالطريقة اللي سمعتوها في الفيديو، ازاي نعودهم يقرأوا زي ما الشيوخ بيقرأوا؟ دي بقى بتبقى موهبة عند بعض الناس. في طفل لو سمع أغنية مثلا في قناة كرتون أو قناة أطفال بتلاقيه عرف يقلد الأغنية بالظبط، عنده موهبة الإنشاد، بيعرف يقلد طبقات الصوت مظبوط. وفي طفل ما عندوش الموهبة دي، ما بيعرفش يقلد الطبقات المختلفة العالية والواطية ويوفق بينهم. فلو لقيتي عنده الموهبة دي تقدري تسمعيه الشيخ اللي عايزاه يقرأ زيه، وتسيبيه شغال في البيت كل يوم. في يوم من الأيام هيعرف يقلده إن شاء الله. وعشان يوصل للمرحلة دي لازم سنه ما يقلش عن 9 سنين، ولو متمكن قوي وبيتدرب كتير ممكن يجيبها من سن 7 سنين. بس احنا نشتغل معاهم وما نكسلش، ما نسيبهمش عند تيتا وخالته وعمته اللي بيدلعوهم بزيادة وبيسيبوهم يلعبوا وقدام التلفزيون فيلم ولا تمثيلية ولا أغنية شغالة. هيطلع متعلق بالحاجات دي ومش هتعرفي ترجعيه لحضنك تاني. احنا بجد لو قضينا وقت حلو مع اولادنا وعودناهم على كده من صغرهم هيرموا الموبايلات دي خالص وهيستغنوا عنها، مش هيفكروا فيها. هما متعلقين بيها بس علشان احنا سايبينهم ما بنلعبش معاهم. جربي كده العبي مع اولادك، هيحبوكي اكتر من الموبايل. لكن احنا بنريح دماغنا، نحطه قدام الموبايل او التابلت او اللابتوب ونفتح احنا بقى المسلسلات والفيسبوك واليوتيوب ونعيش حياتنا ومريحين دماغنا منهم. ونتفاجئ نلاقيهم كبروا من غير ما يصلوا ولا يحفظوا قرآن ولا يتعلموا ولا عارفين يشتغلوا، ونلاقيهم معتزلين الناس وقاعدين في أوضة وسايبيننا لوحديهم. وتطلعي بعدها تقولي ابني بروتة وفاشل وما بيسيبش الموبايل من ايده، مش عارف يشتغل ولا يتعامل ولا يتجوز وعايش في الدنيا كده وخلاص. وعشان احنا عودناه على كده من ساعة ما اتولد، من شب على شيء شاب عليه. بس كده دي طريقتي في تحفيظ القرآن للأطفال، وأكيد في طرق تانية كتير مختلفة ممكن تكون أفضل من كده، بس أنا قلت هنا تجربتي الشخصية في الموضوع، وأتمنى أن يكون قدرت أفيدكم. ولو عندكم طريقة تانية اكتبوها في تعليق هشوفها والمتابعين كمان هيشوفوها. وانتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله، هنبتدي فيها مجموعة حلقات عن النساء في الجنة. يا ريت نرفع الفيديو باللايك أو بالديسلايك، مش مشكلة، بيرفع الفيديو برضو عشان ينتشر والناس تستفيد بيه. وما تنسوش تبعتوا الحلقة لكل حبايبكم عشان تبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.